ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حابه اعمل معاكم بالورق بس مركب زي ما انتم شايفين كده، بس مش المركب التقليدي بتاعنا اللي اتعلمناه واحنا صغيرين. طريقته سهله جدا جدا وبيقف، يعني تسيبوه يقف ما يقعش، وحلو جدا للاطفال. واللي حابب كمان او بيحب موضوع ان انا اعمل حاجه بالورق وتكون بسيطه وسهله ومش محتاجه ادوات كتير، تابعوا معايا الفيديو. هيتعمل في في دقائق معدوده، وبعد كده هيبقى سهل ان انتم تعملوه على طول للاطفال، او حتى يتحط كشكل وزينه كده، شكله لطيف قوي قوي. تابعوا معايا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. هنبتدي مع بعض دلوقتي نعمل المركب اللي احنا شفناه، مركب سهلة وانا مش محتاجة فيه غير الورقة دي. انا هجيب اي ورقة عندي بس تكون مربعة، يعني الطول قد العرض. انا دلوقتي عندي الورقة دي اللي انا عملت بيها المركب اللي كان في اول الفيديو، اللي هو ده. مقاسه كويس جدا جدا وشكله لطيف، فانا عاملاه بورقة 15 سم في 15 سم. انا اي ورقة عندي هقطعها ان يكون الطول والعرض متساويين، وابتدي اعمل بيها المركب، سواء عايزاه صغير او عايزاه كبير. هبتدي معاكم دلوقتي. اول حاجة الورقة قدامي اهي، هتنيها بالنص كده، بالنص بالظبط، وكل تانية اتاكد ان انا تانياها كويس وزي تك عليها كده تكه كويسه. تمام، وافردها. اجي الناحيه التانية هتنيها برضو بالنص كده، اتك عليها كويس. تمام، وافردها. عندي 4 مربعات صغيره. هعمل ايه؟ انا تنيتها نص كده ونص كده. بعد كده هعمل ايه؟ عايزه اتنيها بزاويه او على شكل مثلث. هتنيها بالنص بس بزاويه، اللي هو شكل المثلث كده. تمام، وبرضو ايه، اتاكد ان انا مأمنة كويس التانية، وافردها، واخد برضو الجنب التاني اتنيه على شكل مثلث. تمام، اتأكد ان هي متوسطنة صح، وبعدين ايه، اتني كويس واشد على التانية كويس. شديت على التانية كويس وافردها. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين شكل الورقة عاملة ازاي، متقسمة زي مثلثات. تمام، هعمل ايه دلوقتي؟ 3 مثلثات هتنيهم لغاية نص الورقة. يعني انا هاخد المثلث ده من عند الزاوية دي، هبتدي اتنيه لغاية نص الورقة كده، وأمن على التانية كويس. اخد المثلث اللي بعده، اتنيه لغاية النص، اتأكد ان الزاوية من تحت مظبوطة اهي، وابتدي اتنيه لغاية النص، وأمن على التانية بتاعتي كويس. تمام، أمنت على التانية. اعمل ايه؟ هاخد بعد كده اخر واحدة انا هتنيها لغاية النص، اتأكد ان هي من تحت مظبوطة. تمام كده اتظبطت. أأمن على التانية بتاعتي كويس. أمنت عليها. أنا تنيت 3 مثلثات من ال4 اللي عندي. هعمل ايه بعد كده؟ هحطها بالشكل ده، يبقى عندي اللي مش متنية فوق، والمثلث اللي أنا تانية في النص تحت هبتدي آخد منه حتة واتنيها كده. تمام، يعني أنا ما تنيتوش كله للآخر، ما رجعتوش تاني، لا، أنا هاخد منه حتة كده. تمام، واتنيها حتة مش كبيرة. شايفين الحتة اللي أنا سايباها صغيرة؟ تمام، اتنيها كويس واتأكد إن أنا تنيتها مظبوط. من نص الشكل اللي انتوا شايفين فيه قسمة في النص اهي باينة، هبتدي اتني الشكل نفسه كله بالنص كده تاني، بس وانا تانية المثلث ده لبره وسايبه المثلث ده زي ما هو. تمام، هأمن بقى ان كله متني مظبوط، وده الشكل معايا. وفاضل اخر خطوه احنا هنعملها. تمام، يبقى ده الشكل اللي معايا دلوقتي. هبتدي اعمل ايه؟ شايفين المثلث ده؟ هبتدي ادخله لجوه. طول ما انا متنيه كويس وانا بدخله لجوه، الشكل بتاعي هيتظبط وانا بتنيه لجوه. هعمل كده. انا عايزه ادخله جوه الورقه، جوه الشكل. تمام، شايفين عمل معايا ازاي؟ تاني، ده المثلث اللي احنا كنا سايبينه، هبتدي ادخله لجوه كده، جوه الشكل. وهتلاقوا مع التنيات اللي احنا عاملينها ومأمنين عليها كويس، هو بيدخل سهل جدا. تمام كده، ابتدي اعمل ايه؟ ادوس على التنايات كويس عشان اتاكد ان الشكل مظبوط. تمام، عايزه ادخل الناحيه التانية برضو، يبقى انا هدخل الناحيتين بس كل واحده بطريقه معينه. يعني ده كان عامل كده، دخلته كده، اتاكدت ان هو تمام كده ومتامن عليه كويس. ابتدي اعمل ايه؟ شايفين الشكل ده؟ هدخله مع دي لجوه كده. تمام، تاني، ادي الشكل الصغنن مع دي لجوه، اللي هي عند التانية برضو، هدخله كده. تمام اهو، شايفين؟ بس، وابتدي امن كويس. انا كده تنيته مظبوط. انا كده عندي شكل المركب او البوت اللي انا عاملاه. تمام، اخر حاجه انا مش عايزه اسيبه كده لان هو
في الاخر هو مش هيقف يعني. فعايزه اعمل ايه عشان يبقى مركب وبيقف على المكتب عادي او على اي حاجه؟ هبتدي اتني دي كده، الحته اللي هو اخر المثلث من تحت، هتنيه كده تمام، أأمن عليه سيكه يعني شويه اهو تمام. لما اجي احطه كده هيقف. عايزه اتنيه اكتر عشان انا بس يبان في الكاميرا، لكن هو بالنسبه لي كده معدول عندي زي ما انتوا شفتوا. حابه ان هو يبقى دي ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال، هبتدي اتني دي الناحيه التانية عشان لما يقف كده، لمجرد ان انا يبقوا الاتنين عكس بعض تمام. وده كده المركب معانا النهارده، مركب سهل وسريع، واللي ليه في شغل الورق انه عايز يبقى قدامه ورقه يعمل منها ويطلع منها عمل فني، مركب سهل جدا مش هياخد معاكم وقت. ده كده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. مركب سريع وسهل باستخدام الورق بس، وان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في فيديوهات عن ازاي اعمل اعمال فنيه، اعمال بالورق بس، تبقى اعمال سهله واعمال سريعه وما احتاجش فيها غير ان انا يبقى معايا ورقه بس وابتدي اشتغل بيها واعمل اطلع عمل فني حلو جدا. قبل ما اخلص معاكم الفيديو بفكركم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله تابعوني في كل الفيديوهات اللي جايه، هنعمل اعمال فنيه مختلفه وجديده.